بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هعمل لكم كتاب ريفيو على كتاب الأضواء، سنة تانية ابتدائي. الكتاب سعره 120 جنيه. بصراحة سعره حلو وطبعته حلوة وألوان وحلو، ورق أبيض وتغليفه تحفة وصورته جميلة، حاجة تفتح النفس. تعالوا نشوف الكتاب من جوه يعني المختلف عن السنة اللي فاتت ولا لأ. أنا كنت شارحة السنة اللي فاتت على الكتاب وعاملة ريفيو على كتاب السنة اللي فاتت. السنة دي 2024 الكتاب تعالوا نشوف مختلف في ايه. زي السنة اللي فاتت الخطة تمام، التدريبات تقريبا هي باختلاف بس التنسيق بتاع الكتاب هو التدريبات، مفيش اختلاف. تمام، تنسيق الكتاب زاد شوية لكن الكتاب هو. نص الاستماع بيقول لي نص الاستماع ازاي ولي الامر يذاكروا لاولاده. تمام، والكلمة ومعناها. بعد كده جزء التدريبات وجزء تدريبات الاضواء واختبارات الاضواء، نفس الاسئلة بالظبط بتاع السنين اللي فاتت. الموضوع جميل وحلو. تمام، كتاب بسيط وسهل، اسئلته واضحة وصريحة وجميل وحلو، ولكن أضواء يعني سنة تانية رائع. أنا مش بقول وحش، أنا بقول جميل جدا. أهو كلمة ومعناها. ولكن تأسيس الولاد اللي مش متأسسة نجيب كتب تأسيس، وبعد كده في آخر الكتاب إجابات نموذجية. سنة تانية في ولاد لسه ما بيعرفوش يقروا، بيعرفوش يكتبوا، ما بيعرفوش، في بعض الولاد مش كلهم طبعا. فاللي في الحالة دي ممكن نستعين بالكتاب ده. لو محتاجين استعانة تانية نجيب كتاب تاني معاه أو نبدأ معاهم تأسيس وبعدين ندخل في المنهج. التدريبات بتاعه سهلة وبسيطة، مش شايفاها صعبة ومش معقدة للناس اللي لسه بدأ تقرأ، لأن نصوص الاستماع مش معتمدة قوي إن احنا نقرأ، هو هيسمعها بس. بعد كده الأسئلة كلها حاجات بسيطة وسهلة، يعني قواعد النحو فيها بسيطة برضو وسهلة، ما فيهاش تعقيد كبير، وفيها شرح يعني. تمام، وهنا في الكتاب إرشادات لولي الأمر يعمل ايه ويذاكر لولاده ازاي ويقول له الكلمة دي معناها ايه وهكذا. يعني شايفة طريقة السرد الموضوع جميل وحلو، وكتاب حلو. مش ورق ابيض ولكن يعني ورق متوسط الجودة، بس الكتاب سعره حلو وغلافه جميل ويقضي الغرض وما تنسوش تعملوا سبسكرايب وشير للقناة وشير لمحتوى القناة، وشاركوا مع اصحابكم الشروحات اللي انا شرحاها في القناة. وبالتوفيق للجميع يا رب، يا رب التوفيق والنجاح لكل ولادنا. مع السلامة.